يا هلا والله وسهلا، حياكم الله. بنستفتح وصفات الأسبوع بشوربة عدس مفيدة وصحية ولذيذة جدا. السلام عليكم، يا هلا والله وسهلا، حياكم الله ويا مرحبا. بسوي معكم اليوم شوربة العدس بطريقة صحية ولذيذة جدا. الفرق بهذه الشوربة راح نضيف إضافة نهائية قبل التقديم بتعطي هذه الشوربة بعد ثاني وطعم مختلف وإضافة نكهات ورائحة جميلة. تابعوا معنا التفاصيل، حياكم الله. لا نبدأ الطبخة. اليوم بنحمس بزبدة. بسم الله. كشن البصل. كشنت البصل تكشينة بسيطة. الحين بضيف معجون الطماط ومعجون الفليفلة. لو ما عندكم معجون الفليفلة استخدموا معجون الطماط. الحين بعد إضافة المعجون أبغى أحمسهم زين مرة مع البصل. كشنا البصل ومعجون الطماط والفليفلة مرة زين مع الزبدة. الرائحة طيبة. شوفوا الحين، شوفوا هذه الطبقة نبغاها وهذه تكون أساس للشوربة. الحين بنضيف الثوم. بسم الله. مباشرة أضيف الجزر والكرفس. أضيف البهارات، بهار رئيسي اللي هو الكمون وفلفل حار أو بابريكا وملح. العدس غسلناه فقط نضيفه. الحين مرقة دجاج جاهزة أو مرقة خضار. نطبخ الشوربة تقريبا 40 دقيقة. بعد 35 دقيقة راح نفرمها ونطبخها 5 دقائق. بعد 35 دقيقة الحين بنفرم شوربة العدس ونخليها تطبخ بعد 5 دقائق. بعد الفرم مهم جدا نوزن الملح. شوربة العدس الحين معنا جاهزة، من ألذ الشوربات كذلك صحية جدا. هذه الإضافة اللي بتعطي شوربة العدس بعد ثاني. عندنا طال عمركم النعناع، بنضيف نصف الكمية والباقي هذا عند التقديم. نضيف عليه رشة ملح ونخلط. نضيف بشر ليمون وعصير ليمون. تخيلوا النكهة. عليهم الزبادي. هذه الحين الزبادي مع الليمون والنعناع أحلى إضافة لشوربة العدس. نقدم شوربة العدس. نضيف الزبادي والنعناع والليمون وبشر الليمون بالوسط. نسوي الحركة هذه. ونضيف بالأخير أوراق النعناع. بسم الله ما شاء الله، شيء خرافي لذيذ. طعم حموضة الزبادي مع النعناع والليمون وبشر الليمون شيء خرافي. الشوربة نفسها لذيذة جدا. بالعافية علينا وعليكم.